اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم نهار جديد وفيديو جديد. جات توجد معكم الدجاج ديال المناسبات مدغمر على حقه طريقه. نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا عندي هنايا التوابل، عندي الخرقوم، سكينجبير، الابزار، المروزيه ديال الدجاج، شويه ديال القرفه، معلقه ديال السمن، جوج ضماط ديال الزعفران، حامض مصير، الثومه، قزبر ومعدنوس. عندي واحد الكاس ديال الماء عامر درت فيه زعفران الحر. كما كتشوفوا عندي واحد 3 دجاجات بلديين، 4 غنزيد وحده اخرى. غادا نضغمرهم مزيان نشرملهم، وغادا نخليهم يترقدوا واحد الساعه. نتوما لما مزروبينش خليو الدجاج مضغمر في الاقامه، كيجي رائع ما شاء الله. وجا واحد الطريقه ما نقولش لكم اخواتاتي، جا ما شاء الله كيفاش جا مضغمر ومحمر مزيان. نضيف دوك التوابل كاملين اخواتاتي. بعد ما غنضيف التوابل كاملين اخواتاتي غادا نشرملهم مزيان باش تدخل فيهم الاقامه ويجيو زوينين. انا ما درتش الملحه لان كاين السمن وضمه الزعفران والحامض مصير. غنخليهم شرملتهم مزيان وغنخليهم انايا واحد الساعه ولا ساعتين، غنخليهم كيتشربوا هذيك التوابل كلها. صافي بعد ما تشربوا ليا مزيان شعلت عليهم البوطه، ضفت عليهم واحد البصله وحده مشلطه صافي. وغنخليهم غنقص عليهم ونخليهم نجي نقطع معاكم اخواتاتي هاد القناصي والكبده والعنق باش كنعمر بهم الضغميره. صافي نتوما كديروا الكميه اللي بغيتو، كاين اللي كيديرهم كاين اللي ما كيبغيش يديرهم. انا كنبغي نديرهم ملي كيكون عندي الدجاج بزاف. صافي اخواتاتي كنضيفهم وكنخليه منقوص عليه. دابا اخواتاتي راني مازال ما درتش الزيت. هنا عندي واحد الكاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت البلديه وزيت المائده. انا حتى كيتشرب الدجاج مزيان التوابل عاد كنضيف داك الكاس ديال الزيت وكنخليه منقوص عليه البوطه، وكنقلبوا على الصدر ديالو كنثقبوا صافي، وكنقص عليه البوطه ونخليه كيطيب. عاد نمشي نقطع البصله. كما كتشوفوا هنا اخواتاتي عندي واحد الكميه ديال البصله، هنا 2 كيلو ديال البصله. بعد ما قطعتها وغسلتها غادي نطحنها في الهاشوار على هذا الشكل كما كتشوفوا اخواتاتي. صافي غنطحن هاد الكميه كامله حتى نكملها، كنطحنها على هذا الشكل. ايوا بعد ما كيطيب ليا الدجاج راه طاب، غادا نهزو نحيدو باش نضيف البصله طيب. صافي الدجاج هزيتو درتو في المول حتى من بعد باش نديرو في اللاطه باش يتحمر شويه في الفران. هنايا لاصوص اللي بقات غنضيف عليها البصله صافي وغنخليها كطيب مزيان. دابا ضفت البصله غنقص عليها البوطه قد ما رديتو الدجاج بكري وطاب كتغمروا على خاطركم اخواتاتي. المهم هنايا انايا كنضيف البصله صافي وكنخليها كطيب. كنبقى مره كنجي نحرك، راه نتوما كتشوفوا كتبقى مره كتحرك حتى كتولي معسله ديك التغميره. ايوا اللي وصلت معايا هنا البنات فضلا وليس امرا تشترك عندي في القناه، واللي مشتركه مرحبا بها والف مرحبا. تخلي لي شي تعليق واللايكات البنات من فضلكم. شكرا لكم بزاف اخواتاتي والله يسهل امركم. صافي بعد ما بانت ليا البصله بدات كطيب غنضيف عليها ديك الكبده، حيت الكبده دغيا كطيب صافي. وغنخليها تكمل التغميره وغنمشي. شفتوا كما شفتوا الدجاج راه طاب محمر تبارك الله في الطنجره، طاب محمر صافي. غادا ندهنو بزبيده وغادا ندخلو الفران. انا ما غاديش نخليه بزاف في الفران، شي ما كاملاش 10 دقائق غنخرجو غير ياخذ اللوين صافي وخرج. حيت الدجاج البلدي ما كيبغيش يتحمر، الا تحمر بزاف كيقصح. صافي اخواتاتي بعد ما دخلته الفران ديك 10 دقائق كما قلت لكم ما كاملاش وغادا نخرجو. هنا التغميره راها وجدات، شوفوا كما كتشوفوا راني زدت عليها الزيتون، جات ما شاء الله واحد التغميره رائعه. انا غنوجدو معكم نحط الدجاج كيف ما نقولش لكم كيفاش جا خواتاتي، جاو رائعين. انا هاد الدجاج راه وجدته كان عندي الضياف وجدته ودرت معاهم واحد 2 شليض، ولكن فايته مشاركاهم معكم من قبل
ما كانش عندي الوقت باش نشاركهم معاكم، نعاود تاني نحطهم معاكم في القناة نرافقهم مع الدجاج، ولكن راه صورتهم. هذا هو التبصيل ديالي كما كتشوفوا، جا على هذا الشكل رائع ما شاء الله، وجا لذيذ، والدغميره جات هائله ما شاء الله، ما نقولش لكم كيفاش جات. كنتمنىكم اخواتاتي تقبلوا عليا وتزيدوا بختكم القدام، وما تنسونيش من لي لايكات ديالكم والكومونتيرات الزوينه باش تخلوني نبقى دائما نحط معكم الجديد. كما كتشوفوا هذه هي الشلاضه ديال الفواكه اللي قدمت معكم، كانوا عندنا الضياف، وهذه راها كتشاد الوقت الشلاضه، وما كانش اللي صورني، ما شاركتش معكم غير صورتها. المهم هذه هي الشلاضه ديال المتواضعه اللي درت، جات رائعه ما شاء الله ديال الفواكه كلها. وهنا درت واحد الشلاضه اخرى ديال الفلافل والقرعه كورجيت، كتقدم مع الجبن والكركاع والزبيب والدنجال، كيجيو مشويين في الفران، كيجيو رائعين. هاد المره نقدمهم معكم اخواتاتي، كيجيو على هاد الشكل، جاو رائعين ما شاء الله. ما نقولش لكم كيفاش جات المذاق ديالهم مع لا فينيغريت. تنشاركها معكم هاد المره ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم بزاف بزاف البنات، الله يجازيكم بالخير، كتدخلوا تدعموني وكتخلوا لي كومونتير زوينه اللي كتزيدني القدام وكتخليني نبقى نصور معكم دائما. ايوا، مع السلامه، الى الفيديو القادم ان شاء الله.